فليبكي جميعكم معي حزنا على أبي. أعطوني عيونا أبكي بها فقد جفت مدامعي. توفي الشاعر الغنائي كريم العراقي، أحد أبرز كتاب القصيدة الشعبية الغنائية العراقية، الجمعة عن عمر ناهز 68 عاما، في مستشفى بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي إثر معاناته مع المرض. كان كريم العراقي يمضي أوقاتا طويلة في المستشفى يتألم ويعاني دون أن نعلم، فلم تفارق ضحكته ذلك الوجه الجميل بسبب إصابته بالسرطان. وقد عرف العراقي المولود في بغداد عام 1955 لعائلة تنحدر من جنوب البلاد بتنوع اهتماماته الأدبية والفنية والصحافية. وكتب العراقي الحاصل على شهادة في علم النفس وموسيقى الأطفال خلال مسيرته الطويلة مئات الأغنيات التي أداها عدد كبير من مشاهير الغناء العرب، لكن اسمه ارتبط خصوصا لدى الجمهور العربي بتعاونه الطويل مع المغني العراقي كاظم الساهر، الذي وضع صوته على عشرات الأعمال الغنائية التي ألف كلماتها كريم العراقي. وارتبط اسم الشاعر الراحل أيضا بأشهر المطربين العراقيين عبر قصائد غنائية حققت شهرة بأصواتهم، من بينهم سعدون جابر وياسر خضر ورضا الخياط. وكتب العراقي الذي عرف بقربه من الطبقة الفقيرة قصائد وطنية مغناة خصوصا في فترة الحصار الاقتصادي على العراق في تسعينات القرن الماضي. ومن أبرز الأغنيات الوطنية التي ألفها الشمس شمسي والعراق عراقي بصوت الملحن الغنائي العراقي جعفر الخفاف، وعراق الكرامة بصوت المغنية المغربية سميرة سعيد. إلا أنه انتشر مقطع فيديو يظهر الشاعر العراقي وهو يتحدث عن الراحل صدام حسين، فماذا قال؟ هيا بنا للتفاصيل. في حوار صحفي مع الراحل العراقي وبعد سؤال المذيعة له عن الراحل صدام حسين، قال الشاعر العراقي رحمه الله: رجل غير العالم، انقسم العالم ما قبل صدام حسين وبعد صدام حسين، ولا يوجد بقعة في الأرض ليس لصدام حسين تأثير بها، من عين تبكي عليه وعين تبكي منه. صدام حسين رجل غير العالم، انقسم العالم ما قبل صدام حسين وبعد صدام حسين، ما في بقعة في الأرض ما عليها تأثير من صدام حسين، من عين تبكي عليه ومن عين تبكي منه، ما في بقعة في الأرض ما فيها. أكد عصام الغزاوي أن الرئيس العراقي صدام حسين بات مهتما بقراءة دواوين الشعر العربية، وخاصة الأعمال الكاملة للشاعر أبو الطيب المتنبي الذي أبدى إعجابا كبيرا به. وقال للقدس العربي أن الرئيس أطلعه على مجموعة من قصائده التي كتبها داخل سجنه، وهي قصائد تتحدث عن الوحدة الوطنية وضرورة اصطفاف العرب جميعا لتحرير فلسطين. وكان الرئيس العراقي قد كتب عدة روايات توقع فيها تعرض بلاده لعدوان غاشم، وتحدث فيها عن المقاومة. وتنشر القدس العربي إحدى قصائد الرئيس صدام كتبها بخط يده ومؤرخة بتاريخ 30/11/2005. القصيدة تعكس مدى صلابة الرئيس صدام وتحديه لسجانيه واعتزازه بعراقيته وعروبته وتمسكه بالمقاومة كخيار لتحرير الأرض العربية المغتصبة في فلسطين والعراق. وتعتذر القدس العربي عن وجود بعض الكلمات غير المفهومة في القصيدة، فقد كان الأصل غير واضح، وكان من الصعب نشر القصيدة دون وقوع بعض الأخطاء. ولم يختر الرئيس العراقي أي عنوان لقصيدته هذه. ما اسمك؟ تسأل وأنت بالعرف أضعف، من لا يعرفه من شعبي غوي العين، فتظلم حقوقنا، فهل الرجال والنساء اللعين، وكدروا السماء وكذا الهوى، فكان الريح من فعلهم، حتى تأخر عن فرحته شعبنا فهموا، فعرته وجوعته وذلته السنون. غادر العراقي الذي اشتهر أيضا بقصائده الحماسية الموجهة إلى المقاتلين العراقيين إبان معارك الحرب العراقية الإيرانية، متنقلا بين دول عربية عدة قبل أن يستقر في نهاية المطاف في دولة الإمارات.
كما يعد العراقي الذي بدأ مسيرته الفنية بكتابة أغاني الأطفال مطلع السبعينات واحدا من أهم كتاب أدب الأطفال في العراق في مجال السيناريو والقصص والمسرحيات المخصصة للأطفال، وفي رصيده أيضا عدد من الدواوين والألبومات الصوتية. وعبر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن حزنه لرحيل الشاعر العراقي، واصفا إياه في بيان بأنه شاعر معطاء ترك أثرا مهما في ذاكرة العراقيين الفنية. كما وجه السوداني وزارة النقل باستكمال الإجراءات المتعلقة بنقل جثمان الفقيد ليواري الثراء في العراق وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة العراقية. ونشر معجبون بالشاعر الراحل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبارات النعي تعبيرا عن الحزن لوفاة العراقي، كما نعاه عدد كبير من الفنانين العرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منهم التونسي صابر الرباعي، واللبناني عاصي الحلاني، والإماراتية أحلام، والأردنية ديانا كرزون. توفي الشاعر الغنائي كريم العراقي أحد أبرز كتاب القصيدة الشعبية الغنائية العراقية الجمعة، وترك إرثا كبيرا في الفن العراقي عبر قصائده التي حققت شهرة بأصوات أكبر مطربي العالم العربي وأبرزهم كاظم الساهر. هذه الأغنية كانت قطرة البداية لعشرات الأغاني الخالدة بكلمات كريم العراقي وغناء كاظم الساهر. علاقة كاظم الساهر بكريم العراقي بدأت خلال الخدمة العسكرية في العراق عام 1986، حيث تعرفا على بعضهم البعض للمرة الأولى، وكانت الانطلاقة لعلاقة فنية فريدة من نوعها. العمل الفني الأول لهما كانت أغنية شجاها الناس، وهي أغنية المقدمة للمسلسل العراقي نادية الذي صدر عام 1988. بعدها استمر الساهر بالعمل مع كريم العراقي حتى خرجا معا من العراق نحو فضاء الفن في العالم العربي بعد تدهور حالة كريم العراقي الصحية في الأعوام الأخيرة. دأب كاظم الساهر على متابعة رفيق دربه وواصل زيارته والسؤال عنه، حتى كانت لحظة الفراق ألقى الشاعر كريم العراقي قصيدة بصوته على سرير المستشفى قبل ساعات من رحيله. وهنا ننشر آخر قصيدة للشاعر العراقي الراحل بصوته، حيث قال في أبياته: ضاقت علي كأنها تابوت، لكأنما يأبى الرجاء يموت، والصبر يعرف من أنا منذ الصبا، وشم له في أضلعي منحوت.